السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغاليين حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. لو ما بنشتري كوباية الزبادي بتبقى صغيرة كده فيها معلقتين، ودلوقتي وصلت في كوباية زبادي وصلت ل 12 و15 جنيه. طب ما تيجوا نعمل العشر كوبايات أو بولات زبادي دول من كيلو لبن وكوباية زبادي واحدة، وهيدينا كمية وطعم وكثافة ونعومة وحاجات حلوة قوي. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله واقول لكم انا عملته ازاي. عندي كيلو لبن، يعني بتجيبيه بقى من عندي لبان، يكون اللبن بتاعه حلو كده دسم، ما يكونش ميه يعني. المهم هنغليه وبعدين نسيبه يبرد، مش يبرد قوي لحد ما يبقى دافي بس زي دمعة العين، بس لازم تغليه الاول. تحط صباعك كده فيه، حسيتي كده ان هو دافي حاجه بسيطه زي دمعة العين، يبقى تمام. هنجيب الهاند بلندر ونضربه ضربتين كده عشان بس ايه، نحرك القشطه اللي فيه، يعني الدسم بتاعه يشتغل كده. وعندي هنا كوبايه زبادي بلدي هنجيبها، هي دي بس اللي انا اشتريتها، وحطيتها كده، فضيتها كلها على كيلو اللبن. شوفوا بقى هيعمل لنا كميه، يعني كميه زبادي قد ايه، وكوبايات كبيره كمان. المهم حطيت كده كوبايه الزبادي وضربت بقى، كملت ضرب بالهاند بلندر. تقدري تضربي في الخلاط، بس اضربي حوالي من 5 ل7 دقايق كده عشان تنشطي كده القشطه اللي فيه، ويعمل لك رغاوي كده، يعني تشغلي الدسم بتاع اللبن. المهم قعدت اضرب كده فيه، مع كتر الضرب انت هتحسي اللبن ابتدى، يعني حسيت ان هو عامل قوام كده تقل شويه عشان الزبادي اللي حطيناه. المهم هنضرب شويه حلوين فيه كده، ضربي من 5 ل7 دقايق، ما تزهقيش. كتر الضرب فيه ده هو اللي بيخلي لك ايه، الزبادي يعمل يتقل، وكمان ما يفصلش الميه فيه اللي فيه. هتشوفوا دلوقتي بنفسكم. بعد ما ضربته كده خلاص، هو كده خلص الزبادي يعتبر. هنجيب هنا الكوبايات او البولات، او انت عايزه تحطيه في ايه. طبعا انا هنا كوبايه الزبادي اللي انا خدتها اصلا ما غسلتهاش ولا حاجه، فهصب عليه. كان عندي كمان كنت جايبه كوبايه كمان وغسلاها كده، كان بقالها كام يوم ومغسوله، فمرضتش ارميها، قلت خليها ابقى اعمل فيها زبادي تاني. المهم بصي بقى، انا مليت ايه البولات دي. هاتي اي بولات عندك، وعلى فكرة انت ممكن تعملي كيلو اللبن تحطيه في علبة من بتوع علبة تلاجة، بس على قدهم يعني، تاخد الكمية دي. وبرضو اعمليها وخدي منها كده بالمعلقة، زي الزبادي اللي بتباع هي علب بالكيلو دي. او اعملي بولات صغيره زي ما انت شايفه كده. بعد ما عبينا كده الكوبايات او البولات او الاطباق، حطيناهم كده، انا حطيتهم في الصاج بتاع الفرن. وبتكوني غاليه ميه، بنحط ميه سخنه، ميه مغليه، بتحطيها تبقى مثلا لحد ايه، اقل يعني حوالي ربع الكوبايه كده. انت بتشوفي الميه طالعه لربع الكوبايات او البولات اللي انت حطاها، وبتروحي حطها في الفرن ومغطيينها زي ما انتم شايفين كده بصينيه، او لو ورق فويل غطيه. وانا هنا الصينيه ما كانتش مغطيه قوي، فكمان جبت الفوطه. هنا الفرن كان انا مسخناه وكان دافي، سخنته وطفيته وكان دافي، الفرن مش شغال. وبعد كده جبت الفوطه ورحت حطاه كده كتماه. طبعا لما استغطى قعد حوالي 4 ساعات، ولقيته اتعمل زبادي زي ما انتم شايفين كده. بصوا نعومه وتماسك. انا هقلب الكوبايات قدامكم اهو، بصوا مفيش حاجه بتقع، ولا في ميه ولا فاصل ميه ولا فاصل سوائل. ليه؟ عشان الضرب اللي احنا ضربناه بالهاند بلندر. شايفين معمول صح وطعم ولذيذ. كوبايه السكر كده بتبقى حلو، لو انت السكر دي اختياري، عايزاه من غير سكر ماشي، لكن كوبايه السكر دي بتديله طعم برضو حلو. شايفين التماسك يا جماعه؟ بصوا الوش ناعم ازاي، زبادي زبادي على ابوه. كمان الكوبايه كبيره او البوله كبيره، شايفين انا من كوبايه وكيلو لبن عملت قد ايه. لو انت مثلا شوفي، لو كل واحده ب15 جنيه، شوفي بقى بكام. انا كنت جايبه كيلو اللبن ب35 جنيه، زي ما انتم شايفين عمل لي قد ايه، 35. وكوبايه الزبادي دي حتى لو ب15 يعني 40 جنيه. شوفي هنا اضربي بقى 10 في 15 بكام، او حتى لو 10 في 10 هيبقى ب100 جنيه، لو الكوبايه ب10 جنيه بس.
اعملوا لي لايك حلو زيكم بقى وشجعوني، وجربوا ورطبوا على قلبكم بالليل. ملكيش نفس تتعشى، عايزه تاكلي كوبايه زبادي بالليل تطري على قلبك، عايزه تاكليها الصبح، عندك اطفال هاتي واعملي واكلي. لو طفل مثلا لسه بتفطميه برضه هيبقى عندك كميه كده، واكلي ولادك ودسم ومغذي، واعملي ووفري ودبري احلى زبادي هتاكليه في البيت. ما تنسونيش بلايك حلو زيكم، سموا الله وصلوا على رسول الله، ومع السلامه.